اسرع اكله على الاطلاق وبثلاث بيضات بس، متخيلين؟ ريحه وطعم خطير. مم، شحنه، بجد طعمها خطير. مليانه خضار، ولادك هيحبوها، مش هيعرفوا اصلا ايه الخضار اللي انت حطاه. معموله بثلاث بيضات بس، بجد بجد خطيره يا جماعه. تعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو حلفتك بالله تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام في الكومنتات، وحق الايام المفترجه دي يا رب كل اللي تحط لايك وتصلي على الرسول في الكومنتات ربنا يحقق لها كل اللي هي بتتمناه وتزور بيت الله الحرام. ويا مساء الهنا والسعاده والعسل الزياده، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا الفتره اللي قبل العيد دي كل سنه وانتم طيبين يا رب. كلنا بندور على اكلات كده سهله وسريعه واقتصاديه علشان ما بنبقاش فاضيين. فالنهارده انا هعمل عجه خضار، بس ثلاث بيضات بس. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا ثلاث بصلات هعملهم كده في الكبه. عندي هنا صينيه اللي هعمل فيها الخضار، حطيت فيها سمنه بلدي. هحط بقى البصل عشان يتشوح. شايفين عينيا بالبصل؟ البصل ده حراق قوي. هحطه بقى يتشوح كده على النار قبل ما اعمل الخضار. بعد كده بقى هنجيب الخضار بتاعنا اللي موجود عندك في الثلاجه. انا هنا طلعت حوالي 5 كوسايات، وفلفل احمر. فلفل احمر بيبقى طعمه حلو قوي. ما عندكيش وعندك فلفل اخضر مفيش مشكله. عندي برضو 4 جزرات كده كبار كانوا عندي. هفرم الكلام ده كله. بس بصوا، متقطع صغير خالص كده. احط كده شويه زيت. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا. كوبايتين دقيق، تعملي بقى الدقيق اللي انت عايزاه، وكوبايتين لبن، وثلاث بيضات. بالنسبه للتوابل بقى حطي التوابل اللي انت عايزاها، ونروح خالطين بقى كل ده مع بعض. حسيت ان هو محتاج شويه لبن كمان، هحط كده نص كوبايه. قفلت كده على الخضار. دي بقى اختياري، عندك شويه جبنه ميكس او جبنه موتزاريلا ايا كان عايزاها تحطيها حطيها. انا عندي الكيس ده الصغنن ده. انا بحب احط الجبنه كده في قلب الخليط ده. هنزلها بقى على الخليط، اقلب كده كويس جدا اهو عشان كله يتجانس مع بعض. هنجيب بقى الصينيه اللي هنعمل فيها، هدهنها كده زيت. ممكن تعملي في الصينيه اللي احنا قلبنا فيها دي لو هي ما بتلزقش، بس انا عايزه اعملها في صينيه اكبر، فكده كده هنقلها ايه في صينيه تانية اهي. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 190 على الرف الوسطاني. انا ما بولعش الشوايه عليها، بخليها تتحمر من تحت ومن فوق بالفرن بس. فهدخلها ولما تطلع هوريها لكم. تعالوا بقى نشوف الجمال ده اللي معمول بثلاث بيضات. عايزه اوريكم بس حلاوتها وجمالها. طعمها حلو قوي يا جماعه، طعمها حلو قوي. تحفه تحفه تحفه. عايزاكم تجربوها وتحطوا لي صورتها في الكومنتات. خلينا نعمل كده تطبيقات ونشوف مين عملها احلى من التاني.